اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل بقى حاجه جميله قوي. هنعمل الكبسه في الكيس الحراري. معلقه سمنه كبيره، معلقتين زيت. الزيت ده عشان يدي اللمعه بس للرز. معايا الفرخه غسلها غسله كويسه جدا. هنا عندي السمنه اتقدحت. هنزل بالفرخه تاخد صدمه، انا عايزاها تاخد صدمه بس، مش عايزاه تبك كل الميه اللي فيها. هتاخد الصدمه بتاعتها وبعد كده اطلعها. هحط عليها ايه؟ هحط عليها فلفل اسود وملح، مش اكتر من كده. هقلبها بس على الجنبين وخلاص على كده. الناحية التانية حاطة شفشق كبير في مية بتغلي عشان انزل بالمية السخنة على طول. هنا بعد ما خدت ايه لون من كل، مش لون يعني، صدمتها من كل النواحي. هنا لزقت، فهحط الغطا فهي مع البخار بتاعها هتفك تاني. كل البهاريز دي بقى انا عايزاها تطلع. معايا معلقة بهارات كبسة، معلقة واحدة مش اكتر من كده. والمية اللي بتغلي انا نزلت بيها. معايا ورقة اللورة، واحدة لومي، عودين قرفة، واحدة ماجي. وهحط الملح بتاعي وهشوفها ناقصة ايه. يعني انا بعد ما احط الملح كده هشوفها ناقصة ايه. لو ناقصة ملح تاني هحط لها، مش ناقصة ملح خلاص هسيبها تغلي على كده. انا عايزاها تغلي عشان تطلع كل البهاريس اللي موجودة. معايا كيس حراري هحط فيه الفرخة. احط الفرخة من تحت، يعني انا هحط الفرخة من تحت. هحط الفرخة، انزل بالفرخة كلها. وبعد كده انزل ايه بالرز. معايا نص كيلو رز بسمتي مغسول مش منقوع، ده كده مغسول مش منقوع. ماشي. ومعايا فلفل الوان. هقلب كل دوت. وبعد كده هنزل بالشوربة اللي ايه اللي انا عملتها. هنزل بالشوربة كلها. هو المقدار ده على قد الرز. انا باخد بالويم كده شوية مية صغيرين عشان انزل بس بقية البهارات. وهقفل الكيس كويس واحطه في الفرن. انا هنا يا جماعة نسيت بس اخرم الكيس، فالكيس فرقع في الفرن، فاضطريت ان انا احط ايه كيس جوه كيس تاني. ماشي. هنا بقى هتقعد في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة، وبعد كده ههدي النار عليها لمدة نص ساعة. هنا بقى هنعمل صوص تحفة قوي هيتاكل معاها. معايا قطيتين، نص قرن فلفل الوان من كل حاجة، قرن فلفل حراق، وليمونتين، شوية خل. والله والله الصوص دوت غير الطعم، مش قادرة اوصف لكم. معايا معلقة ملح، وهضربهم ضرب يعني انا ايه عايزاها تبقى خشنة، مش عايزاها تبقى ناعمة. خلاص كده هحطها في الطبق. هنا بقى بعد ما خرج، بصوا جمالها بقى. هي قعدت في الفرن ساعة الا ربع. بصوا الجمال، بصوا. وبألف هنا وشفا. يا ريت لو وصلنا لهنا لايك وشير وسبسكرايب، واللي بتتابعوني من انهي بلد. واتمنى اللي يعجبه الفيديو يشيره يا جماعة. بصوا الفراخ دايبة ازاي، ساعة الا ربع بالظبط. السلطة دي بقى حكاية بجد مع الرز، بتدي طعم جميل اوي للرز. يا ريت لو وصلنا لهنا لايك شير سبسكرايب، واللي يعجبه الفيديو يا جماعة بعد اذنكم يشيرهولي. باي باي.